فلما المالك رفض يأجر لي قلت اشوف لي حاجة جديدة. في الفترة ده هي كان طلع الايربودز، ما كانش اسمها ايربودز، كان مش فاكر اسمها كان ايه، كانت سماعة واحدة كده وكان شكلها حلو وجميل. قلت اجيبها انزلها مصر على ما يوصلوا اجيب شغل غيره والدنيا تمشي يعني، واعرف الناس بتوع اكسسوار الموبايل في مصر. فقلت ايه اعمل لقطة حلوة. طبعا الفرق بين الحاجة لما تنزل في الصين وعلى ما تنزل مصر حوالي شهرين. فقلت انا اجيب السماعات ده، هي لقطة جديدة انا اول حد يجيبها، فان شاء الله يعني تنزل تعمل فرقعة جامدة. انا كنت دايما انزل المول بتاع اكسسوار الموبايل، فبحكم ان انا ماليش مصلحة عندهم ومش هعمل حاجة، فالناس كانت بتحبني وانا كنت بحبهم يعني بدون اي مصلحة. الفترة دي بعد ما اتقفل المحل الكبير وانا دورت على محل صغير والست رفضت تأجر لي، مفيش حوالي شهر المحل اتفتح وبرضه عصير، والبنت الصغيرة اللي كانت شغالة في المحل الاولاني راحت اشتغلت في المحل التاني. يونشي بنت جميلة صغننة كده وزي العسل ودمها خفيف، واحنا يعني ايه بحكم ان انا واقف دايما عند مول اكسسوار الموبايل اتعرفت عليه. كانت كل يوم تخلص الشغل انا اعدي عليها، نفضل نتمشى في الشوارع لحد الساعة 11 قبل ما المترو يقفل، بعدين نروح. كنا نخرج سوا، نتعشى سوا، نشرب قهوة، نتمشى على الكورنيش، نركب عجل، ونيجي على الساعة 11 نركب المترو، هي تروح وانا اروح، وهكذا. كانت مونساني جدا. يمكن كل الناس اللي جم الصين شافوا يونشي، والناس دايما كانوا بيفتكروا ان احنا بنحب بعض، لكن احنا ما كناش بنحب بعض، لا احنا كنا اصحاب بس كنا دايما مع بعض. رغم ان سنها صغير جدا الا انها كانت بتساعدني كتير. لو عاوز تشتري حاجة، عاوز حاجة ترجمة، كانت بتترجم لي على طول. السماعات الايربودز ده هي اشتريت منها حوالي 3000، وفي خلال فترة صغيرة كانت وصلت مصر. وانا كان لازم اخرج بره الصين، مش عايز اروح ماليزيا تاني، فقلت خلاص كده ايه، مدام خروج بخروج يبقى انزل مصر اسوق السماعات ابيعها وارجع على الصين تاني. خصوصا ان انا يعني السفر في الفترة ده هي ما كانش مكلف جدا بالنسبة لي، لان انا كنت بعرف اختار تذكرة اقتصادية، وكنت بعمل حركات كده تخلي ايه السفر ارخص. وانا راجع الصين كنت بشتري اكل حلال وابيعه للسوبر ماركتات اللي في الصين. وانا نازل مصر كنت بجيب معايا كام ايفون، فكنت بوفر تقريبا 70% من ثمن التذكرة. فنزلت مصر بعد ما صاحبي نزل بفترة بسيطة، اخدنا السماعات استلمناها، حاولت ابيع جملة معرفتش، حاولت ابيع قطاعي، كنت كل ما ابيع سماعتين 3 يرجعوا لي. للأسف اكتشفت ان الجودة بتاعت السماعات كانت سيئة جدا، كان في مشكلة في البطارية. السماعات حلوة وجميلة وشكلها حلو، ولكن كانت البطارية كانت بايظة. فحاولت اجمع اصل الفلوس عشان ارجع تاني، معرفتش. انا كنت كل مرة بنزل مصر مفلس، الناس على النت شايفاني خروجات ومطاعم ومش عارف ايه، وانزل مصر مفلس، فكانوا دايما بيفتكروني بخيل. والمرة الوحيدة اللي جبت فيها بضاعة قلت اهي حاجة تسند جنب الشغل، السماعات طلعت كلها بايظة. قعدت في مصر حوالي شهر او شهر ونص بحاول ابيع السماعات، مش عارف. طب اخد اصل الفلوس، مش عارف. اخد جزء منها، مش عارف. فحسيت الموضوع مكلف جدا بالنسبة لي، خصوصا ان انا عندي سكن هناك في الصين بدفع ايجاره، قعدتي في مصر مش جايبالي فلوس. فرحت سايب السماعات لواحد صاحبي شغال في المجال، ورحت مسافر على الصين تاني. كانش هينفع انتظر السماعات تتباع، السماعات بايظة وشكل الموضوع مطول. وبصراحة برضو خفت ان انا اخدها معايا ارجع بيها الصين تحصل مشكلة في المطار وانا مش ناقص.